طب قول لي بقى، الست، هذا الكائن اللطيف، آه يعني تأثيره في حياتك. انا ما اعرفش الست في حياتك لعبت دور حجمه قد ايه وعملت ايه، بس يعني هذا الكائن اللطيف ده هو ايه؟ الست حاجة صعبة يا كل حاجة صعبة. يعني. البني آدم حاجة صعبة، والست حاجة صعبة فهمها. فهم الحاجة دي مم. تعمل ايه ما تعملش ايه. فهم الكائن نفسه بيتحرك ازاي، بيتصرف ازاي، بيفكر ازاي، بيحس ازاي، مش حاجة سهلة خالص. وكمان ايه، دي مش سهلة، حاجة مش سهلة خالص على حد زي يعني من اللي هو تلميذ وبيذاكر وبيتفرج وبيشاهد علما بانه انا مثلا اشطر بكتير قوي في اني افهم حاجات عن جنس الانسان ده ولا جنس الست دي، عن ان انا فعلا اعرف اتعامل معاها في علاقة شخصية. لا، اصعب اكيد. ليه؟ يعني هو ده موضوع ملوش علاقة بالستات دلوقتي، بس لو عايزة يعني نشاور عليه، مم. هو موضوع له علاقة بالداينامكس بتاعت السوسايتي دي، بتاعت الجواز دي، لان احنا عندنا يعني سمة خاصة. مم. احنا تاني جنريشن في تاريخ الارض يبقى متربي في مجتمع صغير، وما كانش صغير قوي. يعني تاريخ الارض كله من ساعه ما البني ادم اتخلق لحد اهالينا احنا، مهم. اهالي بقى الجيل اللي هو دلوقتي انا عندي 48 سنه دلوقتي، دول كلهم كانوا القبيله هي اللي بتربي العيال، الشارع هو اللي بيربي العيال، الحاره هي اللي بتربي ده العيال. حقيقي. حتى الارستقراسي، حتى اه اه الرويالتي، اه البتاع القصر ده كله اللي بيربي اه العيال. اه في فيليج كامله بتربي العيال. ده حقيقي. وبالتالي كان الوضع مختلف خالص، لانه ما كانش شخصيه الاب دي ما كانتش هي اللي بتدخل تنطبع في الراجل، مم. لان هو عايش مع عمه وخاله وجده وعمه التاني، وده الرزل قوي، وده فعيوب الناس دي ما كانتش بتخش فيه. مم. القسوه بتاعت الاب ما كانتش بتدخل تموت الواد كده. ان مش مم. عارف ايه، ان الام عندها مشكله، عندها شيء، ما كانش بيدخل يعمل في الناس كده، لان في انبوت كتير تاني. مم. من اول هم راحوا في شقق، احنا رحنا في شقق اصغر، مم. ابعد عنهم. مم. كان زمان حتى الناس يبقوا في شقق، بداوا يروحوا في شقق، بس بداوا بتسكنوا يبقوا مع بعض في نفس ساكنين جنب البيت، بعض، او يسكنوا مع بعض في نفس البيت. ساكنين في نفس البيت. مم. بعدين في الجيل بتاعنا كان اول مره في التاريخ، في تاريخ الارض، يحصل ان الفاميلي اليونت دي مم. كانت تبقى مستقله بذاتها، فبقى مم. العيال دول عايشين بالنسبه لهم الراجل هو الراجل ده، اه. وبالنسبه لهم الست هي الست دي، فالجنان بتاع الراجل ده بيلزق في وشي، مم. والجنان بتاع الست دي بيخبط في قلبي. مم. مم. فبدأ يحصل حاجة مخيفة جدا أول مرة تحصل في تاريخ الأرض. مم. والحل بتاعنا دلوقتي إيه؟ الحل بتاعنا دلوقتي لو إحنا أدركنا الحكاية دي كويس، إن إحنا نفهم إن إحنا عايزين ندايفرسيفاي، مم. عايزين نوسع. يعني إيه؟ يعني مثلا انا كنت بقول لابني كده، مثلا اقول له لما تروح ببيوت اصحابك، مش تروح تلعب مع صاحبك وتمشي، مم. لا، بص على ابوه، مم. اسمع بيتكلم ازاي، شوف الفرق بينه وبين ابوك، شوف ايه الحاجه اللي بينه، بيتكلموا ايه، بيعملوا ايه بطريقه مختلفه، مم. اتفرج، افهم حاجه، اتعلم من اللي حواليك. بس الجيل ده اللي هو احنا، اللي مليان تروماس كتيرة جدا نتيجة للي انت قلته ده. انت عارفة انا اول مرة الموضوع ده يجي في دماغي، بس حقيقي هو يعني يبدو ان هو ده اللي حصل. فاحنا جيل مليان مشاكل كبيرة جدا، مش شخرم في الحقيقة يعني هو برضو برضو فالفكرة. تاني ما تقدريش تقولي كده برضو، لانه مم. يعني الناس اللي يعني كل حد عنده ظروفه. مم. احنا مش متشخرمين، احنا عندنا الظرف ده مم. عادي يعني. الظرف ده خلق مننا شخصيات بقى عندها مشاكل في انها تربي ولادها. اكيد كويس. بتشوف ده قدامك طول الوقت، انه جيلنا حرفيا عنده مشاكل مع ولاده. اما عنده مشاكل في الكونكشن، مش عارفين يتكلموا مع بعض، مش عارفين يستوعبوا بعض. فهو يبدو ان المشكلة عندنا احنا، صح؟ هي لازم تيجي من عندنا، ما احنا اللي بنربيهم. فهي هو الولاد في انا النهاية بصراحه هيعملوا ايه؟ اكبر مشكله بشوفها في كل يعني في الجيل بتاعنا ده، مم. وفي اللي قبلهم كمان، ويعني عموما يعني من اكبر مشاكل الانسان، مم. انه انت بتفتكر ان انت وانت بتكبر فانت فاهم انت بتعمل ايه. مم. لا، انت مش فاهم، مش عارف بتعمل ايه. مم. هو ده الحاجه الوحيده اللي بتخلي المساله
تبدا تبقى صحيه، تبقى يبقى عندها فرصه. وانا عيالي مثلا طول الوقت عرفوا مني الحكايه دي. انا على فكره مش عارف انا بعمل معاكم ايه، انا مم. بحاول، انا I'm trying to figure things out، بس انا مش فاهم انا بعمل ايه. لان مم. انتوا بتتغيروا كمان، انا بتغير طب وانتوا بتتغيروا. مش احنا الليدر؟ يعني احنا ايه المفروض يبقى ليدر؟ عندنا هو ايه النو ليدر؟ هاو يعني. لا لا مش حقيقي، مش حقيقي. ولا انت عندك وظيفه مم. وهو عنده وظيفه. انت عندك شغلانه بتحاول تلاقيها، مم. بس هي مش زي ما انت فاكر. طب ما زمان الناس كانوا فاكرين ان انت وظيفتك كأب ان انت تقول لابنك يدرس ايه. لا مش وظيفتك. مم. طب ما زمان كانوا فاكرين ان الام وظيفتها انها تقول لبنتها تتجوز مين. لا مش وظيفتك. مم. مش وظيفتك دي. ما انت وظيفتك ايه؟ ده السؤال اللي بيبدأ عنده الموضوع. وانت وظيفتك ايه؟ مم. وانا وظيفتي ايه مع عيالي؟ ايه شغلانتك؟ ونفس الحكايه دي لو رحتي منها هتشوفي حاجات كتير قوي بقى. وانا وظيفتي ايه مع مراتي؟ انا اروح اتجوز واحده ست دلوقتي، انا ايه وظيفتي؟ الحاجات دي يعني يصرف على البيت، مش عارف يعمل ايه، يطلع الزباله بره، هو دي وظيفه؟ طب ما نجيب اي حد يعمل الحكايه دي. طب هو ايه وظيفته؟ اصلا وظيفتك ان انت تتساءل عن وظيفتك وتعرف ان انت ما انتش عارفها، مم. وهتلاقيها في نفسك، مش مم. هتلاقيها في اللي انت اتعلمته. لان مفيش حد تاني غيرك، ومفيش حد ظرفه زي ظرفك. مم. ده احنا مفيش شعرايه كومن بيننا وبين اهالينا. وعيالنا حقيقي. دول هيبقى فيهم وهم قدنا هيبقوا يعني مش ممكن. طبعا. ده احنا عايشين في عوالم طبعا طبعا. مش معقول الفرق. طب عسيل، الخناقه اللي بين الستات والرجاله دلوقتي بتشوف اولا لانه في انفصالات كتيره جدا وطلاق كتير جدا، والناس عطلانه في انها تعمل علاقه صحيه. يعني بقينا ننكت على انه في علاقه لسه مستمره. لا، بقينا لما انا نقابل بعض نقول هو انت طلقت ولا لسه؟ هو انت ايوه انا بشوف لسه متجوز لان ولا هم لسه؟ بيتصرفوا زي ما يكونوا عارفين. بدايه الدخله ان انت وانت مش عارف الحكايه دي تروح داخل عليها وانت مش عارف. بس الناس ما بيعملوش كده. ده العيال هم عندهم 16 سنه و18 سنه و20 سنه بيدخلوا مم. يتصاحبوا بعض، يروحوا مم. داخل كل واحد داخل بسيت اب كده، بقول لك ايه انا عايز كده وكده وكده، بقول لك ايه يا عمي الحاجه دي. مم. الكبار بيعملوا كده برضه. كل الناس واقعين في الغلطه البلهاء دي. مم. ان البني ادم ده من ضمن الحيل الدفاعيه بتاعت النفس، مم. ان انت تلاقي نفسك مش عارف فتروح عامل نفسك عارف.